الكريم، أسعد الله مساءكم أينما كنتم من الفضاء الإريترية. نحييكم ونقدم نشرة مفصلة لهذا المساء أصحبكم خلالها محجوب حامد، والبدء بالعناوين. الرئيس السياسي أفورقي يجري مقابلة مع وسائل الإعلام المحلية. تنظيم مهرجان الإريتريين في أستراليا. تنفيذ إعادة توزيع الأراضي الزراعية في دقم حرير. إيران تهدد بالرد على مهلة ترامب والعقوبات الأمريكية الجديدة. الكوريتان تعقدان محادثات على مستوى مجموعات العمل. ومركبة الفضاء دارجون تبدأ رحلة العودة للأرض. مرحبا بكم إلى تفاصيل النشرة. أجرى الرئيس السياسي أفورقي مقابلة مع وسائل الإعلام المحلية بمناسبة العام الجديد 2018 حول تطورات الأوضاع الإقليمية الهامة. وأوضح الرئيس السياسي أفورقي في المقابلة التي بثت عبر إذاعة صوت الجماهير الإريترية والفضائية الإريترية خلفية وأهداف الخبر الذي نشرته قناة الجزيرة وكررته الكثير من وسائل الإعلام العالمية دون توخي الحقيقة، والقائل بأن الجيش المصري والإماراتي المسنود بالدبابات والطائرات يعسكر في سوا. وقدم فخامته توضيحا مسهبا حول إجراءات إغلاق الحدود التي اتخذتها الحكومة السودانية والتصريحات المتضاربة للمسؤولين السودانيين ومؤشراته، والادعاء بإقامة تركيا قاعدة عسكرية في السودان، وعامة العلاقات الديناميكية للمنطقة وموقف الحكومة الإريترية. وشرح الرئيس السياسي أفورقي الأزمة السياسية في إثيوبيا ومؤشر الأوضاع في البلد، وكذلك التطورات السياسية التي قد تحدث في إثيوبيا والسيناريوهات التي تنتج عنها وتأثيرها على القرن الأفريقي عامة وإريتريا خاصة. افتتح في 12 من يناير بمدينة ملبورن المهرجان 18 للإريتريين المقيمون في أستراليا بحفاوة كبيرة تحت شعار نبراس للتطور المستدام. حضر مناسبة الافتتاح الإريتريون القادمون من مختلف المدن الأسترالية وأصدقاء الإريتريين وعمد مختلف المدن الأسترالية ونائب مدير قسم الخارجية والتجارة في مقاطعة فيكتوريا وممثلي أقسام حرس الحدود الأسترالية ونائب مفوض شرطة مقاطعة فيكتوريا والقنصلين الشرفيين لبولندا والمالديف والضيوف المدعوين. وقال قنصل إريتريا العام في أستراليا السيد محاري تخستي في الكلمة التي ألقاها إن المهرجان 18 ينظم في الوقت الذي تشهد فيه البلاد برامج تنموية كبيرة ونجاح التصدي القوي للشعب الإريتري في الداخل والمهجر، داعيا الجاليات والاتحادات الشعبية الإريترية للعمل المضاعف وتوسيع علاقاتها. وألقيت في مناسبة الافتتاح كلمات تضامنية لمختلف المدعوين. ويشتمل المهرجان السنوي المستمر حتى الاثنين 15 من يناير معرضا للمعمار الجميل لأسمرة وسيمينار حول الأوضاع الراهنة في البلاد وبرامج ثقافية وترفيهية ومحاضرات حول الصحة والتعدين. أكد فرع الاتحاد الوطني للمرأة في الإقليم الأوسط في التقييم الذي أجراه على تنفيذ أنشطة ناجحة العام الماضي لتأطير المرأة العاملة في الوزارات والمؤسسات. وأوضحت مسؤولة الفرع السيدة ألم بلاي عن تنفيذ مهام قوية لتنظيم المرأة في مختلف المستويات خاصة المرأة الشابة وتعزيز مساهمتها في التنمية. وأشار التقرير المقدم إلى أن رفع وعي العضوات وتعزيز دورهن لمكافحة التمييز وزواج القاصرات وختان الإناث وتقوية المشاركة في الاحتفالات الوطنية والمنتديات المنظمة لتقييم مسيرة 25 سنة الماضية من البرامج الهامة المنفذة. وذكر الاجتماع بأن فتح حضانات أطفال في مستشفيات بيت مخا وحزحز وحليبة للحيلولة دون إعاقة الحمل والولادة. وأفاد الاجتماع عن وضع خطة هذا العام لمواصلة التعبئة وتعزيز مشاركة المرأة في التنمية وتأطير العاملات في القطاع الخاص. هذا ويضم فرع الاتحاد الوطني للمرأة في الإقليم الأوسط أكثر من 75,000 عضو.
أعلنت إدارة مديرية دقة محري عن تنفيذ جيد لعملية إعادة توزيع الأراضي الزراعية. وأوضحت الإدارة في الاجتماع الذي عقدته عن توزيع الأراضي الزراعية ل7600 أسرة، وأشارت إلى استمرار عملية إيفاء البيانات الخاصة بالاتفاق الجديد لإيجارات المنازل الخاصة. وذكر التقرير عن زراعة مساحة 10,400 هكتار من جملة الأراضي الزراعية البالغة حوالي 13,700 ألف هكتار، لكن الإنتاج لم يكن حسب المأمول لشح الأمطار. وتطعيم أيضا أكثر من 183 ألف رأس من الماشية. وقدم مدير مديرية دقة محري السيد سيوم جبريسوس في الاجتماع توضيحا حول البرامج الموضوعة لعام 2018. يقوم سكان 3 ضواحي بمدينة جندع بأنشطة حماية التربة وحفظ المياه بهدف إخضرار المنطقة، ويشمل العمل الذي يقوم به السكان بالنفير يومين في الأسبوع ودعم خبراء الزراعة وصيانة المدرجات والحواجز المائية. وأشار السكان إلى أن الأنشطة المماثلة التي قاموا بها في السنوات الماضية حققت نتائج ملموسة على الأرض. وأوضح الخبير الزراعي السيد أراجاي في السهية عن نمو 3 أرباع الأشجار التي تم قرصها بالنفير في مساحة 10 هكتارات. في غضون ذلك قام سكان 12 ضاحية بمديرية جندع بنفير استمر أسبوعين لحماية التربة وحفظ المياه وبناء المدرجات والحواجز المائية. كان ذلك حصيلة أنباؤنا الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأنباء العالمية، كونوا معنا. مرحبا بكم من جديد. وعلى الصعيد العالمي، قالت إيران إنها سترد على عقوبات جديدة فرضتها الولايات المتحدة، وذلك بعد أن وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهلة لإصلاح عيوب مروعة في اتفاق مع قوة عالمية لكبح البرنامج النووي الإيراني. وقال ترامب إنه سيمدد تعليق العقوبات النووية على إيران لآخر مرة حتى يعطي الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين فرصة أخيرة لتعديل الاتفاق. وأفرضت واشنطن أيضا عقوبات على رئيس السلطة القضائية الإيراني وآخرين. ونقلت وسائل إعلام رسمية عن وزارة الخارجية الإيرانية وصفها العقوبات على إيران بأنها عمل عدائي، مضيفة أن الخطوة تتجاوز جميع الخطوط الحمراء للسلوك في المجتمع الدولي وتمثل انتهاكا للقانون الدولي. ووصفت روسيا تصريحات ترامب بأنها سلبية للغاية. وروسيا من الموقعين على الاتفاق النووي إلى جانب الولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي. ورغم الموافقة على تمديد تعليق العقوبات على إيران، فإن واشنطن فرضت عقوبات جديدة على 14 كيانا وفردا. قالت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية إن الكوريتين وافقتا على إجراء محادثات على مستوى مجموعات العمل في 15 من يناير على الجانب الكوري الشمالي من قرية بانجوم الحدودية التي تعرف باسم قرية الهدنة. وأضافت الوزارة في بيانها أن وفدا برئاسة الوزير تشومينغ جون سيتوجه لإجراء محادثات بشأن فرص إرسال كوريا الشمالية فريق عروضها الفنية إلى الأولمبياد الشتوي في كوريا الجنوبية. وتعقد المحادثات بين الكوريتين تبادلا في بيس هاوس في الجانب الكوري الجنوبي من بانجوم بالمنطقة منزوعة السلاح في تونجيل في كوريا الشمالية. وقالت وزارة الوحدة في وقت سابق إن كوريا الشمالية اقترحت إجراء محادثات في 15 من يناير بشأن الأمر. انطلقت مركبة الفضاء دارجون المملوكة لشركة سبيس إكس من محطة الفضاء الدولية عائدة للأرض محملة بمواد علمية، ومن المقرر أن تهبط المركبة في المحيط الهادي. يذكر أن دارجون كانت قد وصلت إلى المحطة الفضائية الدولية في 5 من يونيو الماضي حاملة على متنها حوالي 3 أطنان من البضائع.
حيث تعد هذه الرحلة الثانية من نوعها لهذه المركبة، فكبسولتها الرئيسية كانت قد أرسلت في سبتمبر 2014 إلى المحطة الفضائية الدولية، حيث قضت حينها 34 يوما في المدار الخارجي. وفي الخبر الأخير، أعلن صديق للمتسابق الفرنسي روبير مارشان أن المعمر البالغ عمره 106 أعوام سيعتزل رياضة الدراجات. وجاء قرار الاعتزال بعد عام واحد من تحقيق المتسابق ما تم اعتباره رقما قياسيا على مستوى أشخاص تزيد أعمارهم على 105 أعوام، حيث قطع مسافة 22528 كيلومترا خلال ساعة واحدة. وجذب الإنجاز الذي تحقق على حلبة داخل قاعة بالقرب من باريس أنظار وسائل إعلام دولية، وأصبح مارشان رمزا للمعمرين. ويقترب سن مارشان من ضعف متوسط سن التقاعد في فرنسا، و3 أو 4 أضعاف سن اعتزال صفوة الرياضيين. نهاية النشرة، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.